من كام سنة قريت قصة عن واحدة اتسجنت وهي حامل وولدت وهي في السجن. الطفل فضل معاها سنين كتير جوه السجن. كبر الطفل ونشأ وهو معتقد ان الزنزانة دي هي العالم كله، لكنه لما خرج ما قدرش انه يتأقلم مع الناس، ما قدرش يتأقلم مع المجتمع ولا مع ضوء الشمس، وعاش بقية حياته منعزل جوه زنزانة هو عملها لنفسه. القصة طبعا محزنة جدا ولكنها مش نادرة زي ما انت متخيل. السؤال هنا، عمرك حسيت انك محبوس جوه دماغك؟ حواليك افكار ومعتقدات انت مش عارف هي جات لك منين، ولكنها سترى عليك وبتتحكم في كل قراراتك، في قهوتك اللذيذة او مشروبك اللي انت بتحبه. وتعالى معايا في رحلة صغيرة جوه دماغك. عزيزي المشاهد الجميل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك في حلقة جديدة من رتب أفكارك. كلنا يا إما اتولدنا يا إما اخترنا بكامل إرادتنا إن إحنا نعيش جوه زنزانة بنرتاح فيها. ممكن تكون زنزانة فكرية أو ثقافية أو وجدانية، لكننا بنعيش ونموت معتقدين إن هي العالم كله. معظم أفكارنا ومعتقداتنا اللي في دماغنا ومشاعرنا كمان هي حاجات إحنا ورثناها من المجتمع اللي اتولدنا فيه. هي محصلة ثقافة جماعية بتوجهنا لتبني أفكار ومواقف إحنا بنكون فاكرين إننا أصحابها والمسؤولين عنها. نادرا لما بندرك إن معظم أفكارنا هي على الأقل مختلطة بجزء أو بآخر بمعتقدات إحنا اتولدنا بيها أو لقيناها في المجتمع اللي إحنا اتربينا فيه. معظمنا عايش في قوالب فكرية أو سجون ثقافية بيشكلها المجتمع. أفلاطون ضرب مثل على زنزانة المجتمع بمساجين اتولدوا وكبروا وهم داخل كهف كبير تحت الارض. من اول ما اتولدوا ما شافوش اي حاجه بره الكهف، لدرجه انهم كانوا فاكرين ان الكهف ده هو العالم كله، لحد ما واحد منهم قرر انه يقرب من مدخل الكهف ويحاول يكتشف المكان. واول ما قرب من مدخل الكهف حس بان عينه وجعاه جدا جدا من شدة الإضاءة اللي ما كانش بيتعرض ليها طول عمره هو جوه الكهف، لكنه فضل يقاوم لحد ما قدر يخرج بره الكهف. وهنا اتصدم من اللي شافه. أول مرة يشوف السماء، يشوف الخضرة ويشوف الجمال والحيوانات، انبهر جدا من العالم اللي شافه واللي ما كانش متخيل إنه موجود أصلا. في اللحظة دي اكتشف قد ايه هو كان جاهل وكان غافل عن حقيقة العالم وجمال الحياة. أدرك إن الكهف ما هو إلا خدعة كان بيخدع نفسه بيها طول الوقت، ولكنه فجأة افتكر المخدوعين اللي كانوا عايشين معاه جوه الكهف، فرجع بسرعة عشان يقول لهم الحقيقة، بس للأسف ما صدقوهوش لأنهم كانوا على يقين إن الكهف ده هو العالم كله. فضلوا يضحكوا بسخرية على الحقيقة اللي هو بيقولها، وحاولوا بنفس المستوى من الإخلاص والشفقة يرجعوا الشخص اللي هم شايفينه مجنون لعقله. ولما فضل هو مصمم على رأيه وهم مصممين يرجعوه، كان الحل ان هم فضلوا يضربوا فيه لحد ما مات. لازم ولو لمره واحده بس في حياتك على الاقل تبدا تسال تساؤلات عميقه. هو العالم بتاعنا ده عالم حقيقي فعلا، ولا هو في امور تانية خالص غايبه عن مخنا تماما؟ هو احنا فعلا ممكن نثق بعقلنا ونثق بالحواس بتاعتنا وبذكائنا لإدراك الحقيقة الأصلية، ولا الحقيقة المطلقة ليها أبعاد تانية خالص؟ وهو ليه الناس بيرفضوا بل وبيعادوا أحيانا اللي بيحاول يدلهم للحقيقة؟ هل ده لأنهم مرتاحين قوي لأنهم عايشين داخل الخرافات اللي اتولدوا فيها واللي عاشوا فيها وفضلوا يسمعوها طول عمرهم؟ دلوقتي نجي لك انت صديقي العسل، الافضل ليك انك تعيش في عالم مزيف الكل بيتفق عليه، ولا تعيش في عالم حقيقي بس كل الناس بتعاديه؟ خليك شجاع واسأل كتير، جرب تمسك فكرة من اللي مؤمن بيها واسأل نفسك، هل دي فكرتي فعلا ولا هم فكروها لي؟ وساعتها هتكون بدأت تهد اول طوبة من سجن افكارك. الحقيقة مؤلمة بس عمرها ما كانت عدوك. العدو الحقيقي هي الراحة اللي بتخليك عايش في الوهم. ما ترددش في الخروج والدخول للمقارنة بين الحالات، واخرج من الكهف كل ما تحس انك اتحبست جواه، وما تتوقعش ان الكل هيفهمك او يتفق معاك، لان اللي اتولد واتربى جوه كهف بيكون معتقد ان الخروج من الكهف يعتبر جريمة. بس الحقيقة اللي هو بيجهلها ان خروجه من الكهف بيكون حرية، زي الحرية في انك تشوف الحلقات اللي فاتت، تسمع الحلقات اللي جايه، تكتب لنا في الكومنتات اكتر فكرة حبساك وبتمنعك من الحرية. شارك الفيديو مع معارفك واصحابك عليهم يستفيدوا، ولو احنا على اليوتيوب نشترك على القناة.